السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وانتي بتلبسي النقاب هتقابلي كام صنف من البشر. اول صنف هتقابليه هيقولك ايه اللي انت هتعمليه في نفسك ده؟ انت مجنونة؟ النقاب مش فرض يا بنتي، انت لسه صغيرة يا بنتي، انت لسه في عز شبابك، انت مجنونة رسمي، ما ينفعش تلبسي النقاب. بنفس الوقت هتلاقي ناس تانية بيقولولك على فكرة طريقة النقاب اللي انت لابساها دي لا ترضي الله، نص عينيكي باينه ونص حواجبك باينه، وانت مش لابسه الملحفه اللي هي بتاعه الراس اللي لازم، لا يجوز الكتف يبان، لا يجوز الخمار الماليزي، لا يجوز الخمار الملكي، لا ما ينفعش الالوان اللي انت لابساها دي يا بنتي، كده حرام، لازم تلبسي خيمه سودا. لكن طريقه النقاب اللي انت لابساها بالطريقه دي حرام عليكي. تلاقي صنف تاني من البشر بيقولولك حلو قوي النقاب اللي انتي لابساه ده، طب ممكن تقولي لي انتي شارياه منين؟ عشان انا نفسي البس النقاب وشكله عاجبني فعشان كده انا عايزه البسه. تلاقي ناس تانية برضو بيقولولك بصراحه انتي عينيكي فتنه، بصراحه انتي لابسه الخمار ولابسه واسع وملتزمه قدر استطاعتك انك انتي تظبطي الحدود الشرعيه ولكن انتي لون عينيكي فتنه، فبصراحه انتي المفروض تستخبي في البيت، ما تنزليش. هتنزلي تتعاملي في الشارع وتروحي للدكتور وتطلعي السوشيال ميديا وتتكلمي، لا بصراحه انتي فتنه. وهتلاقي ناس تانية بيقولولك لا على فكرة انت وشك ما شاء الله عليه جميل وبريء وتقطيعك حلوة فمش لازم النقاب، خليكي بالخمار كده، وانت ما بتحطيش مكياج في وشك فخليكي بالخمار وقدمي المحتوى اللي انت عايزة تقدميه، وانت شكلك جميل وكيوت، مش لازم النقاب، اصلا النقاب مش فرض. طبعا انت في وسط كل الناس دي واقفة قدام المراية عمالة تقولي ايه؟ يا ترى النقاب فرض؟ يا ترى انا اتسرعت؟ يا ترى حرام عليا؟ عينيا باينه، طب اشيل البتاعه دي والبس البيشه؟ طب يا ترى ايه؟ طب ما انا ممكن اقع في الشارع وانا ماشيه، طب يا ريتني ما كنت لبسته، طب اسمع كلام فلانه واقلع النقاب علشان لما اطلع السوشيال ميديا ما بقاش واخده ذنب وعينيا ما تبقاش حلوه، ولا اسمع كلام فلانه اللي قالت لي اصلا النقاب مش فرض واقلعي النقاب، لا ما تلبسيهوش انت اتسرعتي، ولا اسمع كلام فلانه اللي قالت لي نقاب مش فرض واحط الايلاينر والبس الحزام ومش مشكله، برضو انا لابسه النقاب وفي نفس الوقت بلبس اللي انا عاوزاه وبدلع زي ما انا عايزه. كل اللي بيحصل ده يا بنات دي كلها انواع من البشر. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انا كانسان ضعيف اصلا بجاهد نفسي انك انت علشان تقولي لي رايك في اللي انت شايفاه اي ما يكون ايه هو، انا تعبت قوي 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 بيني وبين هوى نفسي، بيني وبين شيطاني، بيني وبين نفسي الأمارة بالسوء، علشان تشوفيني بالصورة اللي مش عجباكي واللي بتنتقديني فيها واللي بتحرضيني اني انا اتزعزع من الطريق اللي انا فيه. فوانتي بتلبسي النقاب ما تسمعيش كلام حد، اسمعي كلام ربنا، البسي النقاب علشان خاطر ربنا، عشانك يا رب، عشان اتشبه بزوجة النبي، علشان افرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشوفني. البسي النقاب علشان يكون واقي ليكي من النار، يمكن هو واقي لينا حاجة بسيطة ونقابل ربنا ونقول له يا رب تقبل مننا الطاعة ابتغاء مرضاتك. ما تسمعيش كلام الناس، مفيش حد في الكون هيجتمع، واقولك على سر، الانسان اللي الكل بيجتمع عليه هو منافق. مفيش انسان هتلاقي كل الناس عماله تطبل له وتقول له عظمه على عظمه الا ما يكون منافق. لكن اكيد 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 كلنا مش مطلوب مننا ان احنا نرضي جميع البشر. فلما الاقي واحده داخله تلبس النقاب وتقول لي فلانه بتقول ولا علانه بتتكلم ولا بيكرهوني في النقاب ولا بفكر اقلع النقاب ولا بفكر البس البيشه، هقول لك اعملي اللي تقدري تستمري عليه، لان كتير لبسوا النقاب وللاسف قليل اللي ثبتوا على الطريق وكتير قلعوا النقاب. بالمناسبه ده النقاب الفرنسي اشتريته من باب التغيير، وشوية كمان بلبس نقاب لونه أبيض، وشوية كمان بلبس الماليزي، وبعد شوية بلبس الملكي، وبعد فترة بلبس التاندا، وبعد شوية بغير الألوان وبلبس ألوان غير الأسود، لأن أنا لابسة النقاب طول الحياة، مش لابسة النقاب شهرين 3، ومش لابسة النقاب علشان حضرتك تطلعي تقولي لي
حضرتك عينيكي ملفتة، حضرتك فتحة النقاب باينة، حضرتك لا يجوز شرعا الملحفة الطويلة، لا يجوز. هو الدين النصيحة، بس هي هل انت اهل نصيحة؟ هل انت درستي امتى تدعو الى الله، وامتى تقولي لي الكلمة اللي تأثر فيا بالايجاب؟ وهل الكلمة بتاعتك دي ممكن تدخلك انت النار 70 خريفا من غير ما تقصدي؟ ربنا يثبتنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. السلام عليكم.